السلام عليكم متتبعات ديالي، كي دايرين؟ كنا بصحه لاباس عليكم؟ تتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله، تكون على مرام. تقول المتتبعات ديالي لان هذا الفيديو البنات والعيالات ماشي الرجاله، لان هادشي ديال الوصفات خاص بالمراه. اليوم غنقدم لكم واحد يعني ماسك للوجه طبيعي وزوين. صراحه هذا الماسك ما نقولش لكم عليه، يعني روعه روعه روعه. صراحه تدير واحد السيده كنشوفوا بوجهها يعني ضاوي، تنشوف الوجه ديالها ضاوي، تنشوف الوجه ديالها كي كان وكي ولا. وصراحه وانا نسولها قلت لها سمحي لي بغيت نسولك، قلت لي سولي. انا صراحه من تنشوف شي تغيير تنبغي نعرف وتنبغي نشوف نسول شنو كاين. قلت لها اختي بغيت نسولك شنو تديري الوجه ديالك؟ قالت لي هذا كان يعني قلت لها حيت كاين اللي ما تيبغيش يقول هذاك الشيء، يعني انسان تجيه شويه ناقصه الانسان يسول شي حد. قالت لي يا اختي انا تندير لي واحد الوصفه دي تديرها يوميا، يعني يعني الماسك يعني ما فيش شي اضرار، يعني واخا تديرو يوميا يعني عادي طبيعي، ماشي بحال شي ماسكات يعني خصك ديريهم نهار نهار لا، ولا ديريهم يومين في 3 ايام، ولا يومين في السيمانه عفوا، ولا 3 ايام في السيمانه. من هذا تديروه تدار يوميا. المهم علينا هي هذيك. قلت لها والو اختي تعطيني وصفه ديري الوجه ديالك؟ قالت لي اختي مرحبا. هي هذيك خديتها من عندها ودرتها الوجه ديالي، طبقت على وجهي ديالي داكشي. عاد قلت نعطيها المتتبعات ديالي الزوينات، الغزالات ديالي. علاش لا؟ يعني الانسان واحد الا استفد من واحد الحاجه، علاش ما يعطيش الناس يستافدوا منها؟ يعني ما فيها حتى شي عيب. وان شاء الله دابا بغيت نطبقها معكم نوريها لكم باش لا نتوما تجربوها وتطبقوها وديروها، لان قالك كيف ما يعني تبغي شي حاجه زوينه راسك تبغيها للناس، واش لا انسان يوريها ويطبقوها الناس هما وتبغي تشوف الناس الاحسن. يعني انا بعدا تيعجبني نشوف شي حد هكا يعني الاحسن، ماشي يكون راجع للور، يعني ديما يزيد الجمال في جمال في جمال. والحمد لله على كل حال. الانسان راه كما تنقول لكم الفيديوهات ديالي، جمال المراه هو الشعر والوجه. ودابا غنطبق معكم هذه الوصفه ان شاء الله. غنوريكم شنو عندنا حليب، ها هو والعسل. يعني حليب والعسل راه موجود في اي بيت. العسل حر، ماشي عسل عادي، عسل عادي طبيعي، عسل يكون حر، لان البشره هذه ماشي اللعب، العسل يكون حر. المهم عندنا 2 مكونات، حليب والعسل. يعني وصفه سهله ماهله موجوده في كل بيت. ما يمكنش شي بيت ما يكونش فيه الحليب، لان ضروري الانسان يشرب الحليب. العسل ما يمكنش يكون شي حد ما مازال العسل الحر شي شويه، يعني تجي قاصحه الانسان ما وغالي شويه. المهم علينا اللي عنده العسل الحر يديرو، ما عندوش ما يديرش هذه الوصفه. يعني الانسان ما يغامرش بالبشره ديالو ويدير شي عسل يعني السكر ولا شي عسل هذاك، راه ما صالحش، ما دام يدير ليه وانما ما غيعطيه حتى شي نتيجه. مازال العسل الحر يعني راه زوين البشره. وانا راه مثلا نبخل عليكم حتى شي حاجه، يعني حاجه اللي عرفتها واللي سميتها تنبغي نوريها لكم، وحتى نتوما ما تبخلوش عليا. اللي
ما دخلش القناه ديالي يدخلوا برك على داك ابوني كتيبه الحمراء ويدير جيم باش اي وصفه حطيتها توصل لكم وتطبقوها ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم وتلقاو عليها نتيجه ان شاء الله. المهم دابا غنوريكم كيف نطبقوا هذا الماسك هذا. قبل ما نبدا اللهم صل وسلم على الحبيب عليه الصلاه والسلام. دابا غنخلط الوصفه قدامكم. غناخدو زليفه خاويه هكا بحال هكا، وغنضيف فيها 2 معالق ديال الحليب، ها واحد، ها 2، غنضيف فيها 2 معالق ديال العسل، ها واحد، ها 2. نخلطو هاد الحليب والعسل مزيان يندمج لنا بعضياتو. وعلى فكره هاد الوصفه يعني ديروها تطبقوها على البشره ديالكم وتخليوها تباتوا بها حتى الصباح، ماشي مشكل، يعني حتى الصباح وعاد تغسلوا الوجه ديالكم ماشي مشكل. واللي بغى يدير حتى حليب بودره يديرو، اللي ما عندوش حليب سائل يدير حليب بودره. وكونوا لا يقل الوصفات ديالي اللي تنعطيكم راه زوينين وكاين عليهم نتيجه، يعني الا درتوهم غتلقاو نتيجه عليهم. ها النتيجه تشوفوها قدامكم. يعني انا راه ما تندير لا بودر ولا فندق ولا حتى شي حاجه، يعني والو، خاطر درت داك كحيله ولا اما وجبت ندير لك حتى شي حاجه، ما تنبغيش ندير لي داك التخربيق، تنخلي وجهي عادي طبيعي. واخا تخرج الزنقه حتى لي كخو ما بقيتش نديرو، لا ما بقيت ندير حتى لي كخو ما تنديروش. يعني الا وجهي طباع ولا الشمس ولا سميتو تنجي تندير ماسك صافي هو رجع. المهم كما تشوفوا انا خلطته بحال هكا. عفوا ما الشتاء ما عنديش، غندير غير بيديه ونطبقو على وجهي بحال هكا. كانت عندي الشتاء وخسرات ولات كلها تتنسل، ما عرفتش علاش، على حساب ما يعني ماشي ماركه مزيانه ولا ما عرف. نطبقوها على وجهنا هكا ونخليوها يعني حتى الصباح عاد نغسلوه عادي ماشي مشكل، ما يدير حتى شي حاجه. وهذا يعني ديروه يوميا ديروه، ما تخافوش منه، يعني الحليب والعسل. صافي
كما تشوفوا طبقته على وجهي كامل. صافي ونخليوه حتى للصباح. تغسلوه وتخليوه حتى تباتوا به حتى الصباح، وغسلوه كيف ما عاد بالماء وكيف ما تنقول لكم في الفيديوهات. اي ماسك درتوه ملي تغسلوه اما ترشوه ماء ورد ولا دهنوه بزيت بلديه زيت العود، المهم ولا شي زيت عندكم ولا اي حاجه عندكم، المهم ديروها ورا الماسك. ايوا هذا هو الفيديو حبيباتي. تتمنى الفيديو يعجبنا الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد الوصفه هذه وتلقاو نتيجه ان شاء الله. ودخلوا عندي الفيديو ضغطوا على زر احمر باش يوصلكم كل جديد، تابوناو معايا باش اي حاجه اي فيديو درتو يوصلكم ان شاء الله، وتطبقوه ان شاء الله، وتكتبوا لي في كومونتير بشي نتيجه زوينه ان شاء الله. وان شاء الله الفيديو الجاي يكون احسن من هذا الفيديو، يكون شي حاجه زوينه، شي حاجه زايده على هذا الفيديو هذا ان شاء الله. ودابا غنودعكم ونقول لكم السلام عليكم، وتنبغيكم وتنموت عليكم. الله يحفظكم. يلا باي باي.